كسرت فرحة بنت مدحت العدل في فرحها وما بتفرقش مي عمر لحظة واحدة. بتخلي الفنات كلهم شبه بعض، بتبرز جمالهم وتخفي العيوب. وصاحبة أشهر مرسيدس في مصر بتقلد هيفا وبتعمل المكياج ب20,000 جنيه. كلامي هنا عن الميك اب ارتست دينا راغب، واللي هنعرفه عنها مليان تفاصيل ومفاجآت مثيرة جدا. يلا بينا على فيديو جديد من حكاوينا. دينا راغب بقت أشهر ميك اب ارتست في مصر الفترة الأخيرة. مفيش فنانة تقدر تظهر في المناسبة من غير ما تعمل مكياج عندها، ده لأنها بتبرز جمال ملامحهم وبتخفي العيوب بكل بساطة. ده غير إنها بتستخدم أعلى البراندات في المكياج وبتعقم الفنانة قبل ما تقف وتعمل لها مكياج. طبعا كل الحاجات دي مهمة جدا عند أي فنانة، وعلشان كده عملت عندها ليلى علوي وأصالة ودينا شربيني وهاجر أحمد. بس اللي محدش يعرفه بقى إن مش أي فنانة بتعمل مكياج عند دينا راغب، لأن أسعارها غالية قوي، بتتعدى 20,000 جنيه على عكس أي ميك اب ارتست تانية. بس هنقول إيه بقى؟ حقها، لأن الفنانة بتدخل عندها وتطلع واحدة تانية كأنها عاملة تجميل مش مكياج. المفاجأة بقى إنها الصديقة الأنتيم للفنانة مي عمر. علاقتهم في الأول كانت عادية زي أي علاقة بين فنانة وميك اب ارتست، بس مي عمر لما لقت الجمهور معجب بجمالها في كل مرة تعمل مكياج عند دينا، اتحولت العلاقة بسرعة لصداقة، لدرجة إنها ما بتقدرش تبعد عنها لحظة واحدة. سواء رايحة فرح، رحلة، بتصور أي حاجة، حتى على ريد كاربت بتكون معاها في ظلها بمعنى الكلمة، وطول الوقت بتنشر صورها معاها على السوشيال ميديا. طبعا تلاقيها بتحكي لها كل أسرارها. اشتهرت دينا راغب بتقليدها للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، دايما بتظهر في الصور وهي عاملة نفس مكياج هيفا ولابسة زيها، حاجة كده زي ياسمين صبري وجورجينا، تخليك تحتار من فيهم اللي بيقلد التاني. بس طبعا هيفا هتفضل طول عمرها واحدة بس. أما بقى الجديد إنها صاحبة أشهر مرسيدس في مصر، لأنها كل يومين ظاهرة بعربية مرسيدس أحدث من اللي قبلها. حقها يا جماعة، ما هي بتعمل مكياج بأكتر من 20,000 جنيه، فتخيلوا بقى لما تعمل لكام واحدة في اليوم. بس صدق اللي قال الحلو ما بيكملش، رغم شطارتها دي وعلاقتها القوية بالفنانات، إلا إن هي كسرت فرحة آية بنت المنتج مدحت العدل، واللي يا حرام راحت لها الفندق الساعة 3 وهي المفروض كانت تروح من الساعة 1 الظهر علشان تعمل مكياج بدري وتتصور قبل غروب الشمس. بس للأسف هي ما راحتش في ميعادها، وده عمل توتر وضغط نفسي كبير للعروسة. ده غير إنها كأي ميك اب ارتست بتصور العروسة قبل وبعد المكياج، وده اللي عملته مع آية. وللأسف الشديد الناس اتكلمت بشكل وحش على ملامحها وشتمتها، وده أثر على نفسيتها أكتر وخلاها تتقفل من اليوم اللي بتحلم بيه أي بنت. وبعد كل اللي مرت بيه ده، نصحت كل البنات بأن محدش يتعامل معاها تاني. هل شايفين إن مكياج دينا راغب يستاهل السعر ده؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.